صراحه يعني منذ نعومه اظافري، يعني تقريبا كان عمري حوالي خمس ست سنين. كان عندي يعني شغف بهذه الاله. وكان بوقتها يعني كان عندنا في العراق برنامج اطفال، وكان من ضمنها برنامج اسمه دورامي. دورامي اللي هو السلم الموسيقي. فاني يعني انا بطبعي كنت يعني طفل مشاغب، بس لما يطلع هذا البرنامج اسكت واقعد واتفرج بامعان بهاي الاله. يعني شدت انتباهي هاي الاله، ودائما حاولت انه بيني وبين نفسي انه اتمرن على هذه الاله. فيعني بالبدايه طبعا تعرف الاهل شويه عارضوا شويه، لانه يعني تبني يعني خارج يعني في تحفظ حتى في العراق؟ طبعا في يعني احنا نقول في الخليج احيانا نعم. واحد ابوي يقول له بكسر العود على راسك لو وزقت، والان احنا في عصر طبعا انتشار الفضائيات وانفتاح المجال الاعلامي، وحتى الموسيقى اعتقد في كل دولنا العربيه. يعني هي ذيك الفتره يعني فتره الثمانينات كان في نوع من التحفظ، بس الملاحظه في الوقت الحالي لا، هسه يعني انتشار مدارس العود بشكل لا يوضح. يعني عندك ما شاء الله في مصر، في البحرين. يعني راح نتكلم طبعا عن مدارس العود، لكن في البدايه طبعا الكل منتظرك ان تعزف وتسمعنا الانامل الذهبيه اللي مثل ما قلت منذ طفولتك وانت تعزف. تفضل يا استاذ. العافيه. معزوفه جميله للفنانه فيروز اعتقد. طبعا هو اكيد. نعم. طيب خلينا ندش في موضوع صناعه العود، وانا عارف ان عندك اهتمامات ايضا في صناعه العود. كلمنا عن انواع الخشب والاضافات اللي انضافت على العود واصبحت احيانا تشوه حاله العود اللي عرف به. يعني اذا نريد نتحدث عن تطور صناعه آلة العود، يعني هي بدات من العراق على يد القصة محمد فاضل. يعني اعتقد هذا الاسم يعني يندر واحد ما يعرف اسم محمد فاضل الصانع العود الكبير، اللي هو ايضا اكتشف. وفي عود باسمه اظن من اشهر الاعواد. طبعا وباغلى الاسعار. نعم. لانه محمد فاضل يعني علامه بارزه في صناعه العود. وهو ايضا اكتشف عود السحب، وانا عندي نموذج منه طبعا مو من صناعته. نعم. هذا العود من صناعه اولاد فؤاد جهاد، وعلى راسهم الفنان المبدع علاء فؤاد جهاد. في قطر هو يعمل حاليا في قطر. فوضع هاي اللمسات الجديده، وهو انا بس احب اشوفه ايضا. نعم. انه عود السحب يختلف عن العود العادي. ميزه عود السحب الصوت يكون اعلى، فهذا العود يعني بشكل خاص للعزف المنفرد وليس العزف والغناء. نعم. فهذا يعني يعتبر نقطة إيجابية، لأنه من خلال العود السحب قلنا ننافس الآلات الغربية، أو نقدر نضيف آلة العود للأوركسترا الغربية. نعم. طيب هاي يعني من ناحية تطور صناعة العود. أما إذا تيجي من ناحية الخشب في أنواع كثيرة من الخشب.
يعني هو لعل افضلها خشب السيسم. نعم، واحنا نعرف ان الورد والابانوس واللوز الابانوس الجوز، ويعني ما شاء الله يستخدمون يعني انواع. شو الافضل بينهم؟ بين يعني هي شوف هي حسب ميول الشخص، واعتقد هو الاغلى راح يكون. يعني هي ايضا يعني بس شوف مثلا يعني قاموا يكتشفونها. يعني قبل فتره سمعت بالتلفزيون الاخ موريس شحاته اكتشف عود من ظهر السلحفاه. نعم. ايضا قبل سمعت واحد اكتشف عود الظهر مالته مثلا من خشب البيانو. واحنا تكلمنا استاذ سيف قبل طبعا خروجنا على الهواء عن ان كثير ايضا اضيفت اشياء للعود واصبح نوع الكمترة والنوع الجيتاري ونوع الكهربائي وانواع كثيره. نعم طبعا عود الكمثرى طبعا اجى على يد السيد مكاوي الله يرحمه، ويعني هو انتشر في مصر، بس خلينا نقول بس على حدود مصر، يعني لم يلقى ذاك الرواج يعني بقيه الدول العربيه. ايضا يعني بالفتره الاخيره اكتشفوا العود الكهربائي اللي انا شخصيا عندي تحفظ عليه. يعني صحيح اغلب الفنانين يعني يستخدموه خصوصا يمكن للحفلات، يعني هو اكثر شيء استخدامه للحفلات. نعم. بس العود الكهربائي بس تنقطع عنه الكهرباء يموت. نعم. يعني خلص. لكن في الاخير استاذ سيف نرجع للعود الطبيعي اللي يمكن متعارف عليه منذ ظهوره بهذا الشكل. يعني طبعا يعني العود يعني من زمن الزرياب لم يتغير كثيرا باستثناء اضافه الوتر السادس. نعم. طبعا في يعني ايضا ناس اضافوا الوتر السابع الثامن في العراق شباب. طيب ما شو الفائده من اضافه اوتار يمكن ما لها اي معنى؟ يعني هي مثلا انا اشوف انه وجهه نظر حلوه انه الواحد يضيف الوتر السادس لانه يصير عندك مساحه اكثر. لكن بعد في العزف يعني ما اعتقد هاي اضافات يعني راح يعني تغير من مسار العود. يعني فيك تشتري 7 اوتار 8 اوتار ايضا 11 وتر، بس يعني ما راح يضيف، بالعكس هاي تقتل روحيه العود الشرقي. نعم. انا اشوف. نعم. فما اعتقد يعني هاي يعني تعتبر يعني فد شيء يعني يفيد العود. طيب نسمع شيء استاذ سيف. Real? It's real. شوي طبعا اغنيه لبنانيه والان دخلنا في اغنيه عراقيه طبعا ما شاء الله عليك. طيب استاذ سيف حدثنا عن مدرسه العود، وانت قلت لي في اكثر من مدرسه للعود. طبعا هي المدرسه العراقيه في العود هي السباقه، لانه نشات يعني من بدايه يعني من اوائل القرن الماضي حوالي سنة 1920 على يد الشريف محي الدين حيدر اللي اجى من تركيا. نعم. فتأسست يعني هي هاي المدرسة، طبعا بعدين وراها طلعت المدرسة المصرية. المدرسة المصرية تأخرت شوية، قبلها جت المدرسة الشامية، المدرسة الحلبية اللي طبعا هي العود الحلبية ظهرت من خلالها. لكن ميزة المدرسة العراقية أنه تأثرت بالستايل التركي بحكم الجغرافيا. لذلك تلاقي أنه المدرسة العراقية هي خليط من المدرسة التركية وأيضا المدارس الشرقية الموجودة في الوطن العربي. وطبعا يعني الأسامي اللامعة في تلك الفترة منير بشير وجميل بشير، واللي برز بعدين من بعدهم الفنان الكبير نصير الشامي وجه له تحية. أيضا أستاذي العزيز الأستاذ حسان الإمام، وأيضا الأستاذ العزيز الأستاذ خالد محمد علي. هم هذول كلهم ظهروا
بعد يعني مثلا نقول الجيل الجديد طبعا يعني ما شاء الله يعني نعم. على طاري انك تقول نصير شمه والمبدعين كثار طبعا نعم. في مجال العود، ايضا احنا نلاحظ يعني في الساحه القطريه ايضا فنانين، يعني على سبيل المثال لا الحصر مثلا الفنان عبد الله المناعي اللي ايضا وجه له تحيه من خلال برنامج نسايم صيف. يعني ايضا فجاه وجدنا هذا الفنان يبرز ويلحن الحان واصبح له رواج كبير بين الفنانين. يعني انا هنا طبعا يقودني للسؤال، احنا يمكن انت بصفتك عازف عود دائما يقول الواحد يا ريت اني انا اعزف عود، امنيه عندي اني انا اعزف عود، ويبين لك حبه لهذا العود، لكن يعني للاسف ما يوصل لنتيجه ولا يتعلم العود. في وجهه نظرك ليش؟ يعني هي اسباب كثيره يعني. السبب الاول انه قله وجود مدارس تعلم العود، يعني خلينا مثلا على قطر بالتحديد، يعني قله المدارس تعلم العود، يعني هذا راح يكون عائق. ايضا يعني الموروث مالتنا وعاداتنا يعني صعب، يعني اكثر الطلاب اللي يحبون يتعلمون بالخفيه. نعم. يعني وعلى فكره انا يوميا عانيت من هاي المساله. انا مثلا كان والدي معارض، فكنت اضطر مثلا في عز البرد البس الجاكيت. ونلاحظ اللي ابائهم دائما معارضين هم مبدعين ايضا في يعني يختزل هذه الطاقه ولا يفرغها، واحيانا تلقاه على الساحه فنان ومبدع. طبعا هو اكيد دائما المعاناه هي تصنع الفنان الحقيقي. يعني خصوصا بالنسبه لآلة العود، يعني آلة العود في كل الاحوال هي آلة حزينه اكثر مما هي آلة مفرحه. نعم. واذا سمعنا شيء اللي رايحك حزين او فرايحي اللي تحبه. طبعا كل جمهورنا اللي موجود وايضا مشاهدينا عبر الفضائيه القطريه ينتظرون ان يسمعون منك شيء. نسمع شيء خليجي يقول مثلا ليلى. تفضل. يعطيك العافيه استاذ سيف. طبعا يعني شملته وختمته باغنيه خليجيه ليله لو باقي ليله، وانا طبعا سعيد بلقائك، وايضا اتمنى التقي بك ان شاء الله في برامج اخرى، وشاكر لك طبعا تلبيه دعوه برنامج نسايم صيف. شكرا جزيلا، شكرا للتلفزيون القطري على هذه الفرصه الجميله، وان شاء الله يعني لقاء قريب ان شاء الله. شكرا يا استاذ سيف، شكرا. طبعا فاصل ونرجع نتواصل.